المدير في الاول وفي الاخر لازم يكون صانع قرار، يقدر ياخد قرار. وعشان خاطر المدير يقدر ياخد قرار صح لازم يلتزم ببروسس عمليه كده مكونه من 3 خطوات. الخطوه الاولى بنقول عليها خطوه الفري ديسكشن، المناقشه المفتوحه. وهنا بيبدا المدير ان هو يقعد مع الناس اللي عندها النو هاو، عندها معلومات عن القرار اللي هو عايز ياخده ده. المدير هنا بقى شطارته مش ان هو بس يسمع الناس اللي بتعرف تتكلم او تعرف تعبر، لا، ان هو يسمع صوت كل واحد موجود. في ناس هتبقى موجوده بتتكسف، ما بتعرفش تعبر، خجوله، خايفه، وناس تانية بتعبر. ولكن المدير لازم يقدر يعمل البالانس، ان هو ازاي ياخد المعلومات من كل الموجودين. دي اول خطوه. تاني خطوه بعد ما جمع المعلومات يبدا ياخد قرار. وهنا القرار ما بيكونش قرار عايم، لازم يكون القرار ده very clear. فبعد الفري ديسكشن is a clear decision. يعني ايه clear decision؟ يعني قرار واضح، اعمل 1 2 3، مين المعني بالقرار، مين اللي هيتأثر بالقرار، مين اللي مبلغه بالقرار، يتنفذ ازاي، هتابعه ازاي. تالت خطوة حاجة اسمها فول سبورت، دعم كامل. ما دام خدنا القرار بعد مناقشة بقى قرارنا كلنا، مش قرار شخص. لازم المدير ياخد باله من حاجتين: المعلومات، تاني حاجة الجروح القديمة. انت كمدير خدت قرارات قبل كده غلطت وطلعت صح، اتعلم من اللي فات.